بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم. عند الله يعني عليكم باليمن والخير والبركات، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اما بعد، النهارده معانا فيديو جديد على قناه وديني على اليوتيوب. محتوى الفيديو النهارده بيقول ازاي اروح اي مكان في القاهره. ازاي اروح اي مكان في القاهره؟ افكار في القناه. افكار الفيديو: 1. اسباب الذهاب الى القاهره. 2. مفهوم القاهره وضواحيها. 3. ابدا بالكبير للصغير والمعروف للمجهول. 4. انواع المواصلات في القاهره. اخر حاجه، نصائح القناه. رقم 1: أسباب الذهاب للقاهرة. اختلفت الأسباب، فمنهم من يريد الذهاب إلى مقابلة عمل في أحد الشركات، أو الذهاب لتخليص ورق حكومي، أو استقبال أحد الزوار من الخارج، أو شراء شيء من محلات مشهورة، أو زيارة الفسحة، أو زيارة مريض، أو زيارة تنزه. في النهاية تريد الوصول إلى المكان بأسرع طريقة، بأسرع وأسهل طريقة، وأقل تكلفة، وتكون رحلة آمنة. 2. مفهوم القاهرة وضوحية. القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية، وأكبر وأهم مدينة على الإطلاق من حيث المساحة والسكان، حيث يبلغ عدد السكان في القاهرة تقريبا 22 مليون نسمة. واللغة الرسمية هي اللغة العربية، والعامية في أنحاء نواحي المدينة. شهد القاهرة الكثير من الفتوحات والحروب، وشهد على حقب مختلفة من العصور التي لا تزال محتفظة بالآثار والتاريخ حتى الآن، من بناء قلاع ومدارس وحصون وأسوار ومتاحف ومساجد وغيرها، وأنها محافظة تشمل على 37 حي ومقر العديد من المنظمات العالمية. 3. ابدأ بالكبير إلى الصغير. صديقي، عندما تريد الذهاب إلى مكان معين، ابتدي بالمكان الكبير، ثم تدرج إلى أن تصل إلى الشارع ورقم العمارة ورقم الشقة. مثال: أريد الذهاب إلى شارع 40 في شارع كعبيش. طيب، إذا عاوز أعرف أنا مثلا كعبيش دي فين؟ كعبيش دي في منطقة فيصل. منطقة فيصل في الطوابق، فاصل. إذا في الطوابق في مدينة الجيزة بالقاهرة. إذا أول حاجة هتسأل عليها إزاي أروح الجيزة في القاهرة، ثم تدرج إلى إزاي عايز أروح فيصل، ثم من فيصل عايز تروح الطوابق، ومن الطوابق عايز تروح كعبيش، ومن كعبيش تروح شارع 40 بالله رقم العمارة ورقم الشقة ورقم المحل. تمام. وهكذا يعني في أي مكان في القاهرة. 4. أنواع المواصلات في القاهرة. اختلفت المواصلات في القاهرة داخل العاصمة على حسب إمكانياتك طبعا. أكثر حاجة مشهورة وأسرع حاجة هو مترو الأنفاق، لأنه بيوصلك للكثير من الأماكن بأسرع وقت وأقل تكلفة وأمان. 2. الأتوبيسات العامة الخاصة بجهاز النقل العام. برضو دي موجودة في القاهرة وثابتة. طبعا عندك برضو الميكروباصات الباص الأكثر شعبية وهو الأكثر استخداما في السرعة وفي السعر، مناسب للجميع. وعندك برضو التاكسي الخاص، وعندك الأوبر زي أوبر وكريم، خاص جدا، تكلفة أعلى يعني. طبعا المترو ممكن ما يوصلش لأماكن كتير، فبتضطر إنك تستخدم ميكروباص أو تستخدم تاكسي أو أوبر وهكذا يعني. تمام. نصائح القناة: طبعا قبل ما تروح أي مكان معين، اسأل أصحابك، اسأل أهلك عن المكان اللي أنت عايز تروحه، هتلاقي معلومة تفيدك. 2. اسأل واحد واثنين، مش عيب إنك تتسوح، أحسن ما تتسوح يعني. القاهرة كبيرة جدا، وقليل إنك تلاقي حد يدلك. اسأل عن جروبات مثل الفيسبوك زي جروب ازاي اروح، او الجروبات الخاصة اللي انت عندك، هتلاقي ناس ترد عليك. لو ركبت مترو او ركبت اتوبيس، اسأل الناس، هتلاقي ناس برضه عندها معلومة لو انت تايه. اعرف مواعيد الاماكن اللي انت رايحها، بتفتح امتى وبتقفل امتى، عشان ما تروحش تلاقي المكان مقفول وتدب مشوار على الفاضي. بحيث تدلك على المكان ده، تعرف تفاصيله او على جوجل. احنا طبعا دورنا في القناه ان احنا بنقول لك ازاي تروح المكان ده باسهل طريقه وابسط وارخص طريقه على قدر الامكان وعلى قدر المعلومات. فده دورنا في القناه. ان شاء الله نكون استفدت من الفيديو. ولو عجبك الفيديو، اضغط لايك وشير للفيديو، واكتب لنا في التعليقات لو عايز تروح مكان معين. واشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد مع قناه وديني على اليوتيوب. كل عام وانتم بخير وسنه طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.